هما اصلا حنا عقده اليوم من يامات فاش دخل عليهم الحسن الثاني باقا عقده، هذيك ما تسرطاتش اليوم. علاش دخلنا لهم حتى الوران وهادي وكذا، اما راه كان نستعمروا ديال امهم تما. دخلنا لهم حتى الوران وهادي وكذا، اما راه كان نستعمروا ديال امهم تما. وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 1963 اجتازت الجيوش المغربية الحدود الجزائرية ودارت حرب بين البلدين الشقيقين. بعد الاستقلال كل تقوقع داخل وطنيته التنافسية، والنتيجة في النهاية كانت حرب الرمال. في رسالة غير مؤرخة وجدناها في الأرشيف الفرنسي، كان قد بعث بها الملك الحسن الثاني إلى الرئيس الجزائري أحمد بن بلة بن بلة بعد اندلاع حرب الرمال. جاء فيها: فخامة الرئيس، أثناء اللقاءات التي جرت مع مندوبي بلدينا حول الأحداث الأليمة التي وقعت في حاس بيضة وتنجوب، ومحاولة الوفد المغربي الجزائري المشترك التوصل إلى وسيلة لوضع حد للخلاف العسكري واتساعه إلى مناطق أخرى، وصلتنا معلومة رسمية من ولاية وجدة. فبحسب هذه المعلومة، الجيش الجزائري تسلل إلى أراضي هذه الولاية وشن هجوما شرسا على نقطة المراقبة في عيش على بعد 50 كيلومتر شمال شرقي فيجيج. الجيش الجزائري تسلل إلى أراضي هذه الولاية وشن هجوما شرسا على نقطة المراقبة في عيش على بعد 50 كيلومتر شمال شرقي فيجيج. الجيش الجزائري تسلل إلى أراضي هذه الولاية وشن هجوما شرسا على نقطة المراقبة في عيش على بعد 50 كيلومتر شمال شرقي فيجيج.